السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مسكينية حرة. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير. وكنقول لكم عواشر مبروكة، الله يدخل علينا هذا الشهر المبارك بالصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي، وبالصحة وبالشفاء وبالرحمة يا ربي لكل المسلمين والمسلمات يا ربي في هذه العواشر المباركة. اليوم فيديو زوين، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتبقاو معايا حتى الاخر. هذه غديوه كنوجدها للاخت ديالي والوليدات ديالها، بغيت نشاركها معكم وكنتمنى يا ربي تعجبكم وتستافدوا معايا ولو شي حاجه اللي قليله. المهم تستافدوا معايا ان شاء الله شي حاجه اللي غادي تعجبكم. خليكم معايا وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله، اللي انا راه ديجا بديت كما كتشوفوا. الدجاج اللي شاركته معكم يعني عده مرات. المهم انا غديوه هذه اللي بغيت نشاركها معكم داخل فيها الدجاج، قلت علاش لا ما نعاودش نوري الطريقه. هذه هي الطريقه. دائما كناخذ عندي هنايا 6 ديال الدجاجات ولا 5، والله ما عقلت هنا شحال من دجاجه. المهم عندي قيله 6 ديال الدجاجات. كنقلي 3 ب3 والعطريه كما كتعرفوا. عندي 6 ديال الدجاجات لان درت 3 في الكوكوط و3 باقيين هنايا، يعني غنقلي 3 ب3 وعاد ملي غنبغي نسد عليهم غادي نسد عليهم ب6 بيهم. المهم بالنسبه للدجاج انا دائما كنرقدو بالملحه والحامض ليله كامله. يعني عمري ما جبت انا الدجاج وكنطيبوه في النهار، ودائما كيجي قبل. ومن بعد العطريه راكم عارفين، الخرقوم، سكينجبير، البزار، شويه ديال العطريه ديال الدجاج مع الثومه مع اللب ديال الحامض، السمن، زعفران، الملحه غير شويه لان الدجاج كيكون شابع ملحه في الليل. صافي وكتشرملوا الدجاج ديالكم مزيان كما كتشوفوا وكتقبوه مزيان. دابا راني كنقلي 3 ديال الدجاجات كما كتشوفوا. رميت معهم واحد شويه البصله باش كياخذوا داك الريحه ديال البصله. من بعد غادي نحيد هاد الدجاجات اللي من طبيعه الحال كنبقاو دائما كنقلبوهم وكنتكوهم بشي موس ولا شي عود ولا شي حاجه اللي عندكم باش داك الماء اللي فيهم كيخرج وكا كيطيبوا وكيجيو ناشفين. كما شفتوا راني قليت الدجاج ديالي كامل ورميت هنايا البصله عيني ميزاني على حسب الدجاج اللي عندي. نتوما راه عينكم ميزانكم كما كتشوفوا. انا رميتهم بستة بيهم هنايا، وهاني سديت عليهم وطفيت، وها هما الدجاجات ديالي طابوا. دابا غادي نحيدهم ونحطهم كيتسقطروا، عاد ندخلوهم ان شاء الله الفران. دابا غندوزو للشرموله. هنايا الحار اللي وجدته للتزيين ان شاء الله في الطبق النهائي، والحامض باش غادي نزينو ان شاء الله الدجاج ديالنا هذا اللي بقى ليا. دابا التغميره حتى هي راه تقريبا وجدات كما كتشوفوا. انا كتعجبني تكون شاربه مزيان التغميره، يعني ماشي يكون باقي فيها البلول بزاف. كاين اللي كيبغي البلول، انا صراحه ما تنبغيهش. والتغميره ديالي تقريبا راها وجدات. دابا غندوزو ان شاء الله للصالاد وعاد نشوفوا الدجاجات ديالنا من بعد ما يتحمروا. بالنسبه للسلطه ديالي اولا شلاضه اولا الجرده كلها كي تعيط ليها، المهم هي هذه. هنايا عندي شويه الخوص، هنا عندي الكفته اللي درت ليها شويه ديال العطريه، البزار، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم مع شويه الزعتر والملحه، ودرتها كويرات ولحتها في المقله مع زيت الزيتون حتى حسيت راها طابت، وخويت عليها القشده الطريه كما كتشوفوا. راه القشده الطريه هذه صافي. الكفته ديالي واجده، هنايا الخضر كلشي واجد. بالنسبه الروز غير سلقته عادي. يكون نوع يعني اللي جيد باش ما يتعجنش ليكم، مع شويه الملحه. من بعد خديت واحد المقله اللي درت فيها الجلبانه وفلفله حلوه مع شويه ديال الزعتر والبزار والزيتون مقطع، وبقيت كنصوطيهم. من بعد ما طابت داك الجلبانه مع الفلفله، زدت عليهم الروز ديالي وبقيت كنقلب فيهم تشربوا يعني داك لاصوص. صافي هذا هو الروز ديالي حطيته في الوسط. من بعد زينت بهاد الكفته هذه كما كتشوفوا من الفوق مع شويه ديال الزيتون، والخضره هي هذه الباربه، البطاطا، خيزو، الخيار، اللوبيا،
هادشي اللي كاين، ومطيشه من طبيعه الحال، والخص اللي راه مفرش من التحت. هذه هي الشلاضه ديالي. كان طبق صراحه زوين بزاف وكيشبع، يعني يقدر الواحد يعتمد غير عليه هويا بلاش كاع من اللحوم. شي حاجه اللي زوينه حيت عندنا الكفتة تما الفوق كافي، يعني طبق زوين بالنسبه للغداء او للعشاء. ولاصوص اللي انا سقيت بها اللي هي الحامض مع شويه ديال الكمون والملحه وزيت الزيتون. كما كتشوفوا الدجاج ديالي ها هو راه تحمر، اللي دهنته بشويه ديال الزبده مع شويه ديال الحار، واللي بغى يزيد شويه ديال السمن اللي كيعجبو المذاق ديال السمن كيجي شي حاجه اللي زوينه. والخيط راه باقي كنحيدو صافي غنحط الدجاج في الطبسيل عاد كنحيدو باش يبقى الدجاج مجموع، لان هنا الدجاج عندهم دغيا كيطيب. وهذا هو الطبق ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. قدمته بهذا الشكل هذا، كان صراحه لذيذ بزاف وتبارك الله تكال كما كتشوفوا. وحنا كاملين اللي مجموعين هنا العائله وكان مكثره من الحار كما كتشوفوا، لان كنا كناكلوا الحار. تبارك الله كان طبق اللي زوين، وان شاء الله نتمنى يعجبكم. وهنايا ختمناها بعيد ميلاد كان ديال ولد اختي كما كتشوفوا، بون كومبليان وبسام. صراحه داز نهار زوين، وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم كما حنايا عجبنا. وتا التورته الصراحه كانت رائعه اللي ما شاركتهاش معكم، لان ديجا مشاركه معكم التورتات، شي حاجه اللي زوينه كتجي رائعه. وهذا هو الفيديو ديالي، ان شاء الله نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وما تنساونيش من اللايك، وراني جالسه هنا في واحد البلاصه فين كان قاد الفيديو غنشاركها معكم. ها انتم كيما شفتوا معايا هنايا فين قديت لكم الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون خضر عليكم كما هاد الطبيعه اللي خضراء ويعجبكم ان شاء الله. شوفوا فين جالسه، كنتمنى يا ربي هاد الفيديو يعجبكم. هاد الواد اللي غير صغير كاين يعني واحد شويه كبير، اليوم فضلت نجلس هنايا. كان صراحه الجو رائع ومشمش، شي حاجه اللي زوينه. شوفوا معايا هاد البطه، شفتوا هانتوما معايا. المهم انا كنت جالسه في هاد البليصه هادي كما كتشوفوا، الربيع هو هابط. كان صراحه اليوم الجو زوين بزاف مشمش، شي حاجه زوينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطبيعه كما انا كتحمقني الصراحه. انا جالسه غير بوحدي هانتوما. وإلا كيعجبكم بحال هكا الطبيعه نبقى دائما ان شاء الله نصورها لكم. المهم غنزيد شويه نديكم معايا باش تشوفوا. هنايا كاينين تقريبا جوج ديال البحيرات بحال مقسومين كما شفتوا، كاينه وحده هنا وهادي. وهاد الارض هادي كما كتشوفوا مولاها يعني موجده، هادي دائما هاد الارض كيغرسوا فيها العنب. كما شفتوا هاد العواد اللي واقفين مع هاد السلك كيفاش شادين واقف، هادو كيديروا العنب هنايا. يعني ما كيديروا حتى شي حاجه هنا من غير العنب. ويقدر حتى مطيشه، لان مطيشه كتبغي حتى هي تكون كتطلع وهي بشكل يعني افقي كما تيقولوا. صراحه كاين ما نوريكم هنا بزاف، ولكن غنطول الفيديو، غادي نخليوها ان شاء الله مره اخرى. حتى لهنا ما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء والحباب ديالكم. بسلامه عليكم.